هل احنا بنبقى مقتنعين فعلا بفكره احنا عايزين نخدم البلد، ولا ده كلمه احنا بنستخدمها؟ انا مش بتهمكم، انا بفكر معاكم. ولا الواحد برضو لازم يبقى عنده نوع من الاساسيات اللي اتعود على انه يقدر يشتغل من خلالها؟ انت متخيل انك ازاي ممكن يبقى عندك الاساسيات او المناخ اللي يخلي واحد بمؤهلاتك يقدر يشتغل في مصر، وبالتالي نقدر بقى نخدم البلد ونعمل الحاجات اللي بنتكلم عليها؟ يعني لو اتكلمنا على مجال السوفت وير انجينيرنج، احنا وير جيتنج ذير، يعني في مصر وير جيتنج ذير، صح؟ بنتقدم، بنوصل، بنقطع خطوات معينه. مظبوط. ودلوقتي بقت كمان يعني في شركات كبيره فتحت في مصر وانجينيرنج اوفيسز، وجوجل مش بعيد يعني، او شركات تانية كمان. فده موجود، والانترنت تكنولوجي بتتقدم في مصر، والسوفت وير انجينيرنج بتتطور في مصر، وفي شركات كتيره جدا عندها اوت سورسنج في مصر، صح؟ فيبقى فالمجال ده نفسه بيتطور في مصر. فده معناه ان انا لو حبيت ارجع، ان في امكانيه فعلا انك ترجع من خلال مجالك وفي مكان، فلو حبيت ارجع وارجع في شركه معينه اقدر اعمل كده. لو حبيت ارجع وافتح شركتي انا، او ان انا اعمل شغل كده، وفي نفس الوقت حتى لو البلد مش مساعداني اعتقد يعني، وحتى وصدقني ده مش كلام انشا، انا ايوه لا ده انا عارف هتقول ايه. ده واجبنا ان احنا نعمل كده. يعني انا ليا وده مش كلامي انا بس، انا ليا 2 صحابي بعد الثوره قرروا ان هم ينزلوا مصر. قال لك ده الوقت اللي احنا لازم ننزل فيه مصر. نزلوا وفتحوا شركات، وبيحاولوا دلوقتي يعملوا ستارت ابس، شركات سوفت وير في مصر، علشان ياخدوا يعني ياخدوا البلد لخطوه ثانيه قدام. اللي انت بتقوله ده مهم قوي، خليني اعرف تفاصيل اكتر عنه، لان احنا في مصر ما بنتكلمش الا على ان كل حاجه بعد الثوره ابتدت تقفل. يعني خلينا نتكلم بصراحه، في موجه حديث من انه احنا بنخسر بعد الثوره. احكي لي على النموذجين اللي انت بتتكلم عنهم دول، احكي لي على ليه قرروا انهم يرجعوا، كانوا بيعملوا ايه هنا، وقرروا انهم يرجعوا وبيعملوا ايه دلوقتي؟ في واحد منهم كان زميلنا هنا في الشركه، يعني كان سوفت وير انجينير هنا في جوجل، اقدم مني في الدفعه يعني. بعد الثوره قرر ان هو ساب جوجل يعني من فتره قبلها، علشان خاطر يعني عايز ياكواير مور، يعني ياخد سكيلز ثانيه، ان هو يقدر يفتح مهارات شركه اكبر. هو راجل عايز يشتغل لوحده، بروجكت مانجمنت وكده، واداره مشاريع وهكذا. بس بعد الثوره قرر ان خلاص ده الوقت اللي البلد فعلا محتاجاني فيه. هو من زمان ناوي ان هو يفتح شركه في مصر، فقال لك مفيش وقت احسن من دوت. سيبك من حكايه ان وهو دلوقتي بيلاقي صعوبات، انا ما بقولش ان الحياه ورديه بالنسبه له، بيلاقي صعوبات كتير، ويمكن ما كانش هيلاقي الصعوبات دي قبل الثوره، فخلينا صراحه. بس دلوقتي هو الوقت الاحسن ان هو كان فعلا ينزل مصر، علشان خاطر هيلاقي دفعه كتيره قوي، دفعه معنويه كتير قوي من شباب كتير جدا عايزين يعملوا اللي هو بيفكر فيه. طب بمناسبه الكلام، مش حل من ان انا اقول الفكره اللي هو بيعملها حاليا يعني ما اقدرش اقولها، بس فيري فيري ابيلينج للناس، جاذبه جدا لناس كتير. جاذبه كتير للشباب. طب بمناسبه الكلام عن الثوره بقى، عادل انتوا كنتوا بتتابعوا اللي بيحصل ازاي؟ بتتابعوا امتى؟ قبل النت ما تقفل ولا بعدها؟ من 25 لا احكي لي بالظبط، احكي لي من 25 يناير لغايه يوم 10 او 11 فبراير، لغايه يوم 11 فبراير. مش يوم عشان مش هيبقى عندنا وقت بس. لا هو لا تبتدي تحس ان الدنيا اتغيرت لما تلاقي مصدرك الاساسي للمعلومات فيسبوك. او يعني مش فيسبوك، يعني صحابك الدايركت اللي انت عارفهم ده في التحرير، وده قدام القائد ابراهيم، وده كذا وده كذا، وبيقولوا لك اسكندرانيه يعني فتبقى عارف يعني. فكنا حاسين فعلا احنا عندنا علم باللي بيحصل على الارض يمكن اكتر من المصريين اللي بيتابعوا هناك. المصريين كان في ناس كتير مقفولين اصلا، يعني مش بمزاجهم، يعني اتقفلت عليهم يعني الدنيا. قنوات اتقفلت فديت كانت مطمنانا ان احنا الدنيا مش بايظه زي ما الناس عايزين يبينوها. الثوره مش غوغاء ودهماء بيعملوا لا، احنا عارفين بالظبط نوعيه الناس اللي تحت فيها. لا ليست القله المندسه اكيد. فاحنا فديت يعني انا كانت مطمناني على المسار عموما، والواحد بيقلق على الخطوات. فيعني السكه صح. انتوا انتخبتوا؟ طبعا. صوتنا. الحكايه جت بسرعه قوي بالنسبه لكل المصريين بره. هي احنا كنا مستنيينها من زمان. هي اللي جاء فجاه هو معلوماتنا عن هنعمل ايه، اللي هو الاجراءات نفسها، الاجراءات واسامي الناس والاحزاب
ديت اللي كانت ما كانتش يمكن كانت متدربكه شويه. الفورمز نفسها نزلت على الانترنت ليله ثانكس جيفنج اللي هو كان هنا اجازه، فاحنا عشان خاطر نبعت مش هتعرف تبعت بالبوسطه، البوسطه واقفه، فاحنا عشان هم يومين ثلاثه اللي بيقفوا طول السنه، عشان خاطر نبعت وتوصل للسفاره يوم السبت، واحنا كنا الجمعه اللي هو تاني يوم ثانكس جيفنج، فبعتناها كلها بالفيدكس. اوفر نايت كمان، اوفر نايت اسرع حاجه ينفع تعمل. دفعنا فلوس كتير، بس ليه احنا كان عندكم مكلفه دي؟ ليه كان عندكم الحرص ده؟ يعني احنا برضو بنسال السؤال ده كلنا لنفسنا في مصر، احنا مش عارفين تفسير حقيقي. في ناس بتقول لك والله لا اصل خايفين من الغرامه، وفي ناس قالت لك لا اصل الاخوان منزلين الناس. يعني انتوا ليه كان عندكم الحرص الحقيقي ده ان انتوا تصوتوا؟ عايز اسمعك. بتهيألي الدكتور مرتضى عبد الفتاح كان بيتكلم مره على الحكايه دي، وقال ان الغرامه دي طول عمرها موجوده وعمرها ما هتتنفذ وحاجات كده. اكيد الواحد مش بيصوت علشان هو خايف من الغرامه، يعني الغرامه هو دفع تقريبا في البوسطه قد الغرامه، قد الغرامه قد 500 جنيه تقريبا شويه يمكن. انت دفعت ال 500 جنيه عشان تنتخب، عشان توصل صوتك بالظبط كده. فليه كنا اول مره نصوت حاسين التصويت ده ممكن البلد في حاله يعني حرجه جدا جدا جدا، هنطلع فوق ولا هننزل تحت ولا هنروح يمين ولا شمال؟ كل ده جاي منين؟ جاي من هنختار مين للبرلمان الجاي اللي هيحط اللجنه التاسيسيه. فدي كانت في منتهى الاهميه ان انت تحاول تحط ناس عندها الوعي انها تحط لجنه تاسيسيه كويسه بتمثل كل اطياف الشعب. فبالتالي ان هي كانت اهم تصويت الواحد ممكن يصوته في حياته يعني. مطمن زي عادل اللي بيتكلم انه ممكن يبقى عندنا مشكله، بس جدا الامور ماشيه اكتر من عادل بكتير بيتهيألي. مطمن جدا. وليه اسبابي. ايه اسبابك؟ اسبابي ان مش فارقه مين اللي هيكون في الحكم من هنا ورايح. الناس بتقدر تنزل في الشارع وتعبر عن نفسها. اخترنا اكس واي زي، اخترنا سين وطلع سين ده كويس، هنختاره مره ثانيه طلع سين وحش، هننزل الشارع ونقول له امشي لو حب يقعد في الوضع او يبلط يعني. هتصوت ضده المره الجايه او هنصوت ضده. انا قصدي لا ده لو كان لنا فرصه ان احنا نصوت ضده. الموضوع باظ للدرجه. فبالتالي ان الوضع ما ينفعش يكون يعني مخيف تاني. وبعدين احنا في سنه اولى يعني صح؟ احنا في سنه اولى ابتدائي في ديمقراطيه يعني حضانه كمان صح؟ مظبوط. فيعني يعني مش متوقع ان احنا ننجح بتقدير امتياز من اول سنه. اللي لافت في كلامكم انه مش عارف اذا كان ده انتوا بعيد ولا لا، عشان انتوا بعيد ولا لا. احنا في مصر بنمر دايما بمراحل فوق وتحت. يعني يوم تبقى متفائل جدا وسعيد جدا، ويوم تبقى متخوف جدا وقلقان جدا، لان احنا لسه مش متعودين زي ما انت بتتكلم. انتوا ليه احساسكم ثابت؟ ليه احساسك بالتفاؤل او توقع الافضل مستقر؟ هقول حاجه بس. اولا احنا مش بعيد يعني. انت ما تتخيلش كم الوقت اللي الثلاثه اللي انت شايفه ده بيقضوه على الفيسبوك، وبيقضوه على التلفزيون بالليل، قنوات والبرامج كل البرامج الحواريه يعني. فاحنا مش بعيد، احنا عارفين اللي بيحصل على ارض الواقع كويس جدا يعني اعتقد يعني. اطمئناننا زي ما بقول لك يعني نابع من ان احنا خلاص الشعب دوت زي ما كل الناس بتقول الشعب ده فاق صح؟ فاق. والتحرير الاستاذ بهاء طاهر الاديب الكبير الروائي الكبير قال انه المصريين اتغيروا. ده صحيح. انا عايز اقول لك مش الشعب مش شبابه بس. في واحد صاحبي كان بيقول مامته اللي هي عندها فوق 70 سنه نزلت عشان في الاستفتاء تقول بصرف النظر قالت ايه نعم او لا، بس عندها 70 سنه وراحت ونزلت علشان تستمع. فيعني الناس اتغيرت، الناس حاسه ان ممكن يحصل تغيير. انتوا الثلاثه قاعدين على كنبه واحده واحنا تسمعوا عن حزب الكنبه في مصر ولا تسمعوا عن حزب سامعين سمعت طبعا. انتوا تعرفوا حزب الكنبه اتغيروا؟ مش حزب كنبه؟ بص حضرتك، هو حزب الكنبه دول الناس اللي ما بتقولش رايها. أيوة. هم ما لهمش راي. في ناس منهم مش متابعه اللي بيحصل ومش فارقه معاه، لكن بالتالي معظم الناس ليها راي ومتابعه. هم ما نزلش التحرير ولا ما نزلش غير التحرير، دي حاجه ترجع له. بس هو الفكره ان في الاخر خالص معظم الناس بتنزل تصوت. أيوة. وشوف كم في المية صوتوا في اخر في الاستفتاء على التعديلات انتوا يا بختكم انتوا انتخبتوا قبلي، انا لسه هنتخب لما ارجع. وبعدين على فكره حتى حزب الكنبه يعني برضو خلينا برضو نديهم شويه انصاف. ناس كتير جدا كانت في الاول في حاله بلبله صح، في حاله أيوة. ما بين ده صحيح، ما بين اللي بيحصل ده صح ولا غلط. يعني في ناس كانت عندهم من الاول زي ما انت بتقول في ناس لغايه دلوقتي مش متعوده على هذا المناخ المختلف. تمام يعني مش متعوده على انه يبقى في كل يوم التغيير ده. احنا فضلنا وقت كبير زي ما 30 سنه
لا حراك سياسي زي الاكسبريشن صح. فكان طبيعي، وفي ناس كتير التغيير بالنسبه لهم بيبقى شيء يعني مش انتوا الثلاثه متجوزين ولا لسه سولوهات؟ لا متجوزين. عندكم اولاد؟ انا عندي انا احنا الاثنين عندنا عيال لسه 3. بتقول ايه لاولادك على مصر؟ يعني ابني لسه عنده 9 شهور. لسه 9 شهور. طيب بس هو ابن الثوره انا مسميه اتولد بعد، لا هو اسمه يوسف، بس انا قصدي يعني اتولد بعد الثوره، يعني اتولد في عصر الحريه يعني. ف لسه ما بقولوش حاجه. شوف احمد بتقول لسه صغيرين برضه ولاد؟ صغيرين لسه، بس يعني طبعا بحاول ارسم لهم صوره حقيقيه على قد ما اقدر، علشان لما ينزلوا هما بينزلوا، هما يمكن نزلوا مرتين دلوقتي ولا ما يتفاجئوش او يحسوا ان بابا، لا ده بابا بيقول حاجات حلوه وهي محتاجه لسه شويه شغل عشان تبقى احسن. لازم تفهمهم الواقع بالظبط. لازم افهمهم لها وافهم لاولادي كمان ايه اللي ممكن نعمله علشان تبقى مصر احسن، عشان يبقى فيها عداله اكتر، عشان يبقى ما فيهاش ظلم وما فيهاش فقر، وان المشكله مش مشكله الناس على قد ما المشكله مشكله ازاي احنا بنوزع مصادر يعني. فاهم قصدك. عادل، لسه ما عندكش ولاد بس عندك اصحاب هنا في امريكا صح؟ اي نعم. لما بيسالوك وهم من مناخ مختلف ومجتمع مختلف خالص، لما بيسالوك عن اللي بيحصل في مصر بتقول لهم ايه؟ واحنا كلنا عارفين انه كان في حاله انبهار شديده جدا واعجاب شديد جدا. ما هي اغلبها ما راحتش يعني. ايوه لسه موجوده. بس يعني إيه يعني؟ بيبقوا يعني لما بيتابعوا اللي بيحصل في مصر، التغيرات الكبيره اللي بتحصل، سواء كان ميدان تحرير صاخب وساخط، سواء كان انتخابات بدات بشكل مختلف، لما ناس من بره الصوره خالص بيسالوك انت بتقدر تحكي لهم اللي بيحصل في مصر ازاي؟ هي يعني بتقول لهم احنا لسه في البروسس، احنا في اولى حضانه واولى ابتدائي كده، ولا بتحكي لهم بتتكلم معاهم بشكل مختلف؟ ما هو اهم حاجه انك تقول لهم الاساسيات اللي هم ما يعرفوهاش خالص. يعني مثلا هو الناس ممكن الجيش يطلع مش عارف يموت الناس، مش مقسومه كده. اصلا ممكن تتقسم، احنا مش مقسومين كده. يعني الحاجات دي هم مش فاهمين ابجديات وبديهيات المجتمع المتوزعه ازاي، الناس شايفه بعض ازاي. حاجات مثلا زي هو الانتخابات، الناس كلها شايفين انها هتتزور، الناس كلها شايفين انها مضمونه. مفيش حاجه ابيض واسود. مثلا يعني انا ضربت انتخابات كده مش، فهي دي المشكله، انك دايما تديهم الحاجات اللي هم ما سمعوش عنها، الاساس. مثلا اللي بيتفرج على قناه هنا معينه، ما اظنش ينفع اجيب سيرتها، برضه ده عشان انت في جوجل. انت في البرنامج كمان. لا عشان لا دي عشان انا في اي ايوه دي عشان انا في اي حته اكتر انت جبت سيرتها. وصلت. فدولت مثلا هيقولوا لك ناس هيمسكوا البلد خلاص، هيعلنوا الحرب والبلد هتتعمل والناس هتتقطع في الشوارع. فمحتاج تقول لهم انتوا جهله، بس انتوا ما تعرفوش. يعني للناس بقى اللي بيسمعوا دولت، يعني تقول لهم لا ده ناقص علم، انتوا بس ما انتوش عارفين الموضوع، اسمعوا مني انا بقى. انا اللي من هناك، مش اللي بيكلموك في التلفزيون. فده اللي هم عايزينه، يسمعوا كلام البسيط المباشر اللي هو الحقيقه، من غير لما تشرح لحد ما يعرفش وتقول له بس دولت حلوين ودولت وحشين، خلاص مش هيصدقك. لازم تقول له ادي الحقيقه، وتسيب ايديك وتسيب هو يتصرف، تسيب هو يفهم. فهمها ما فهمهاش خلاص مش غلطتك، انت قلت له الحقيقه. في ناس الدنيا متقسمه كده، الناس معموله كده، بس التقسيمه مش جامده. ده مش شرير وده مش وحش وده مش جميل وملاك، لا هي الناس كلها عاديه، بني ادمين والله. فده اللي في ناس هنا كتير، مش هنا كامريكا، هنا في اي بلد على البلاد الثانيه. ايوه يعني في مصر لما تسالهم على امريكا هتلاقي في ناس يقول لك دولت كلهم شياطين، ناس يقول لك الناس غلابه، انتوا ناس ملائكه، كلها تركيبه. مفيش ابيض واسود في الدنيا. انتوا صحيح بيتعاملوا معاكم ازاي في مصر وانتوا في جوجل بقى؟ في ناس تتعامل معاكم على ان انتوا يعني بهوات كبار وامل، وفي ناس تتعامل معاكم على ان انتوا جزء من المؤامره الامريكيه للسيطره وبتاع. لا هو احنا لسه لم نعمل المعامله دي، لان احنا ما اعتقدش ان حد مننا نزل مصر بعد الثوره، لسه ما حصلتش يعني. فسوفار اللي احنا زي ما انت قلت الاول كده، جوجل واحسن شركه في كبيره ومش عارف. عادل واحمد ومحمد، مش عارف اقول لكم قد ايه الواحد سعيد انه كان معاكم. انا هختم بالكلام اللي انت قلته، لانه انا لا اتصور ان هناك اكثر
منه دقه على ان احنا نوصف اللي حصل، انه في حقائق في نهايه الامر، واحنا شفنا حقيقه من زاويه مختلفه، شفنا حقيقه ازاي 3 مصريين وصلوا لاعلى مستوى من الاداء في مجالهم او في مهنتهم يأهلهم ان احنا نقطع الاميال دي ونيجي نتكلم معاهم. ممكن نيجي نتكلم معاهم بعد 2 3 4 احتمال يبقوا موجودين في مصر، واحتمال يبقوا اسماء جديده حائزه على جوائز دوليه او عالميه، لكن بغض النظر عن الالقاب هيفضلوا هم المصريين اللي اتكلموا مع حضراتكم، اللي بيتابعوا، اللي بيقضوا 3/4 وقتهم بعد الشغل يشوفوا ايه اللي بيحصل على الجانب الاخر من البحر على بعد الالاف من الاميال. بالتالي ده كان مهم قوي ان احنا نقعد مع الناس دي النهارده على الاقل علشان ناخد نفس هواء نقي من الخارج، وهو ايضا نفس هواء مصري في جوجل.